السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبيبي، طلاب تانية إعدادي في كل حتة في مصر. النهارده جايين بشرح درس أول في الوحدة الرابعة اللي هو قصر الحرارة والضغط في تشكيل المناخ. كده معلم تكون انت بقى في الوحدة الرابعة، عايزك بقى تراجع كده وتظبط نفسك كده عشان خلاص لنا درس ونبقى نتم المنهج كله وننزل بقى بالمراجعات القوية جدا إن شاء الله. يلا طبعا معايا يا حبيبي الدرس. يلا بسم الله صلى الله على رسول الله. ابدأ معاك يا حبيب قلبي. بدأ لي الدرس يا مستر بيقول لي أولاً أثر الحرارة في تشكيل المناخ. إيه الدنيا فيها يا مستر؟ هنعمل إيه؟ هندرس الطقس والمناخ اللي هما بتوع جغرافيا بتوع تانية ابتدائي دول. تبدأ أول حاجة بيقول لي هو إيه الفرق ما بين الطقس والمناخ؟ المناخ اللي هو الحاجة العامة، الحاجة الأشمل، أما الطقس الحاجة الصغيرة. تمام؟ لتوضيح الفرق ما بين الطقس والمناخ، الطقس هو الحالة اليومية اللي هو بتاع النهارده، أو حالة جوية، حالة الجو في موقع معين خلال فترة زمنية قصيرة. راجع معاك، حالة الجو في فترة زمنية قصيرة، حالة الجو في فترة زمنية قصيرة. أما المناخ فهو حالة الجو السائدة في الموقع معين خلال فترة زمنية طويلة. يعني الطقس قصيرة أما المناخ طويلة. ده الفرق ما بين الاثنين، وطبعا انتوا الكلام ده عارفينه من الدراسات. زي اولا بيقول لك ارتفاع درجه الحراره مثلا من 20 صباحا الى ممكن مثلا 25 بعد الظهر واصبحت السماء صافيه. فمن حاجه فاللي هو ده حاله الطقس النهارده، ملوش دعوه. يعني مثلا ماليش دعوه مثلا ايه النهارده ولكن كمان 3 4 شهور، ما كمان 3 4 شهور ده كده هيبقى طقس تاني، هيبقى بظروف تانيه، هيبقى فصل تاني. فمش هينفع اقارن ده بده لو هو طقس. تمام. اما المناخ وليكن النهارده احنا في الصيف، احنا بنصور في الشتاء طبعا، بس لو احنا في الشتاء فالجو طبعا بيبقى ساقع. هو ده طالما قلت الجو بيبقى ساقع فهو احنا كده في الشتاء. تمام. فهو الجو اللي بيسود بيبقى الجو الساقع، اما في الصيف بيبقى الجو الحار او المعتدل. عناصر الطقس والمناخ اللي تتشابه في عناصر كل من الطقس والمناخ: الاشعاع الشمسي ودرجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي والرياح والتكثف. ايه هما يا مستر؟ رجع معايا كده: الاشعاع، درجة الحرارة، الرطوبة والضغط الجوي والتكثف والرياح والهواء. قال لي اول حاجة عندنا درجة الحرارة، الدرجة اللي انا عايش فيها دلوقتي. يعني مثلا وليكن هما انا ظابط مثلا التكييف على 23، دي الدرجة اللي انا عايش فيها او الدرجة اللي بيطلع لي التكييف. فاهمين حاجة؟ قال لي حل تعدد درجات الحرارة أهم عنصر، تعد درجة الحرارة أهم عنصر من عناصر المناخ المؤثرة في الكائنات الحية. قال لي الإيه يا مستر؟ وطول تأثيرها المباشر في حياة الإنسان وتوزيع النباتات والحيوانات على سطح الأرض، حيث يختلف توزيع الكائنات الحية وفقا لدرجات حرارة السطح. تمام؟ قال لي يعني هو بيختلف درجة الحرارة بالنسبة لدرجة حرارة السطح. قال لي أمثلة على اختلاف توزيع الكائنات الحية. يعني ولكن عندنا الدب القطبي. قال لي الدب القطبي ده مستر بيعيش فين يا مستر؟ قلت له بيعيش في القطبين. أمال هيعيش فين يعني؟ قال لي من حيوانات المنطقة القطبية الشمالية الباردة. قال لي يعني الدب القطبي ده بيعيش في القارة القطبية الشمالية. قال لي الوشق المصري ده اللي هو انتوا فاهمين وعارفين، مش هينفع اقولها بقى. من حيوانات المنطقة الحارة زي الصحراء، ده مصر اللي هو موت الجندي الإسرائيلي. تمام. قال لي عوامل مؤثرة في درجة الحرارة. قلت له يا مستر عندي 3 عوامل. قال لي وهم ايه؟ قال لي اختلاف دوائر العرض والقرب من المسطحات المائية وارتفاع عن مستوى سطح البحر. قال لي عن 3. قلت له ايه هم؟ اختلاف دوائر العرض، القرب من المسطحات المائية، والارتفاع عن مستوى سطح البحر. قال لي ايه هو اختلاف دوائر العرض؟
قلت له اختلاف دوائر العرض يا مستر هو اختلاف زوايا ميل الاشعه الشمسيه الساقطه على دوائر العرض يؤدي الى اختلاف درجات الحراره، حيث زي مثلا الاشعه ساقطه كده كده اهو، تمام، اهو ساقطه كده، فتلاقي هنا في عندنا اللي هو خط ده اول خط، تلاقي هنا المنطقه ساقعه، منطقه بريئه، تبقى هنا اشعه مايله، فاهمين؟ اهي بص جايه كده، فكده بتكون درجه الحراره ساقعه. هنا دي متعامده، فطالما متعامده يبقى هنا دي هتكون درجه الحراره سخنه فيها، ودي بتضم منطقه 3 مناطق: مدار السرطان وخط الاستواء ومدار الجدي. قال لي وهنا في برضه منطقه بارده. قال لي تكون درجه الحراره المرتفعه بالقرب من خط الاستواء وطول تعامد اشعه الشمس عليه. قال لي تقل درجه الحراره بالابتعاد عن خط الاستواء نحو القطبين. قلت له لان انا لما ببعد عن خط الاستواء كل لما يزيد الميل، قال لي اهو خلال زياده زاويه الميل اشعه الشمس الساقطه يترتب على ذلك اختلاف توزيع المناطق الحراريه في العالم تبعا لدوائر العرض. المناطق الحراريه تبعا لدوائر العرض قلت له فيها مستر عندي 3: منطقه حاره اللي هي المداريه، ومنطقه معتدله، ومنطقه بارده القطبيه. تمام؟ الارقام دي مهمه، الارقام دي مهمه جدا. قال لي المنطقه الحاره دي او المداريه توجد بالقرب من خط الاستواء شمالا وجنوبا، وتقع من 0 درجه لغايه 23 درجه ونص. تمام؟ وتقع بين مدار السرطان ومدار الجدي اللي هو ب 23 درجه ونص، وتسقط اشعه الشمس عموديا خلال هذه المنطقه. قال لي يعني مدار السرطان ومدار الجدي ده بيكون مدار الاستواء، ده بيسقط عليه الاشعه بتاعت الشمس. تمام؟ قال لي المنطقه المعتدله، قال لي توجد بين دائرتي عرض 23 ونص و66 ونص شمالا او جنوبا، وتسقط اشعه الشمس مائله على هذه المنطقه، فتتوزع اشعه الشمس على مساحه اكبر مما يؤدي الى اعتدال درجه الحراره. تمام؟ قال لي ده في عندك المنطقه البارده القطبيه، قلت له توجد بين دائرتي عرض 66 ونص ل 90 شمالا او جنوبا. انا عندي 2: قطب شمالي وقطب جنوبي، ولو مش عارف خلي مدرس الدراسات يعرفك. قال لي تسقط اشعه الشمس مائله جدا على هذه المنطقه، فتتوزع اشعه الشمس على مساحه كبيره جدا مما يؤدي الى انخفاض شديد في درجات الحراره. قال لي تقع مصر بين دائرتي عرض 22 ونص 22 و 32. حدد المنطقه التي تقع فيها اسكندريه والقاهره والسودان واسوان طبقا للجدول المقابل. رتب المدن التنازليا حسب درجات الحراره تقريبيا والقرب من خط الاستواء. دلوقتي احنا عارفين ان خريطه مصر هنا ده البحر، ننزل بكده هنا دي اسكندريه، صح ولا غلط؟ ننزل بكده مستر، هنا دي بقى ايه مستر؟ قلت له دي القاهرة. قال لي طب هنا دي يا مستر ايه؟ قلت له اسوان. دلوقتي احنا عندنا دوائر عرض ودائرة دوائر عرض اهي. خط الاستواء هنا تحت. تمام؟ مش انا بقول لك كل ما اقتربنا من خط الاستواء كل ما زيد درجة الحرارة؟
تمام؟ فكده انا اول حاجه عندي بتقابلني فيها اسكندريه. اسكندريه دي قال لي ان هي اقل درجه حراره، فكده هنرتبها بواحد. طب القاهره هتبقى 2 واسوان تبقى 3. السؤال اتحل معانا كده، اسكندريه تبقى 1 2 3. قال لي قرب من المسطحات المائيه. يعني احنا دلوقتي عندنا الجو غير القاهره اللي هي مصر، عشان عندنا بحر. الدنيا جميله معانا الحمد لله. قال لي قرب من المسطحات المائيه. قال لي تعلمنا سابقا ان درجه الحراره النوعيه للميه اكبر من درجه الحراره النوعيه لليابس، مما يجعل المسطحات المائيه ابرد من اليابس المجاور لها نهارا، مسببا نسيم البحر. مهمه في اكمل دي. واكثر دفاء ليلا مسببا نسيم البر. برضو دي اكمل. ليلا نسيم البر، نهارا نسيم البحر. قال لي بالنسبه لنسيم البحر ده بيكون نهارا، ونسيم البر ده بيكون ليلا. قال لي حركه الهواء البارد من اليابس الى البحر ليلا ده. قال لما نسيم البحر، قال لي ده حركه الهواء البارد من البحر الى اليابس نهارا. المليان يصب على الفاضي. هو دلوقتي مليان بروده، هيصب على الفاضي بروده، تمام، والتاني ينقل له سخونيه كده، يعني مشي الدنيا مع بعض. قال لي دلوقتي ازاي بيحدث نسيم البحر؟ قلت له ترتفع درجه حراره اليابس خلال ساعات النهار بمعدل اسرع من المسطحات المائيه. تمام؟ قال لي درجه الحراره بترتفع. قال لي يسخن الهواء الملامس لسطح اليابس فيرفع درجة الحرارة أعلى. قال لي ويحل محل الهواء البارد ده القادم من ده من جهة البحر نحو اليابس. قال لي الهواء ده بنسميه بقى نسيم البحر. أهو هو السخن بيخش كده والهواء البارد بيطلع كده. تمام؟ قال لي طب بالنسبة لنسيم البر، قلت له هنخفض درجة حرارة اليابس أثناء الليل بمعدل أسرع من المسطحات المائية، ويصبح الهواء الملامس للسطح ده المائي أكثر دفئا ويرفع درجة الحرارة أعلى ويحل محل الهواء بارد وبيبقى قادم من اليابس نحو البحر. قال لي يعني اليابس من اليابس للبحر. تمام؟ وده بيكون شكله كده. قال لي الارتفاع عن مستوى سطح البحر. قلت له ارتفاع عن مستوى سطح البحر يؤدي إلى تمدد الهواء وانخفاض كثافته. تمام؟ ويؤدي إلى تباعد دقائق جزيئات الهواء عن بعض، ويؤدي ذلك إلى انخفاض درجة الحرارة. يعني أنا دلوقتي كل لما ارتفع كل ما تقل درجة الحرارة. تمام؟ قال لي علم تنخفض درجة الحرارة بالارتفاع الأعلى عن مستوى سطح البحر. أشرح له اللي حصل هنا. قلت له يؤدي إلى تمدد الهواء وانخفاض كثافته وتباعد دقائق الهواء عن بعضها البعض وانخفاض درجة الحرارة. قال لي درجة حرارة العظمى والصغرى. قال لي بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى والصغرى، قال لي درجة الحرارة العظمى هي أعلى درجة حرارة أنا وصلت لها، أما الصغرى أصغر درجة حرارة أنا وصلت لها في اليوم. يعني وليكن كانت درجة حرارة الصبح كانت 21، بالليل بقت 12. دي عظمى ولا صغرى؟ عظمى. شاطر. طب دي صغرى ولا عظمى؟ صغرى. بشرط الاثنين يكونوا في نفس اليوم. تمام؟ قال لي أهمية الاستفادة من درجتي الحرارة العظمى والصغرى. قلت له متوسط. قلت له المتوسط اليومي لدرجة الحرارة. قلت له التعريف بتاعها
هو متوسط درجتي الحرارة العظمى والصغرى، والقانون بتاعها بيقول لي ان انا بجيب الهام اللي هو النص بتاعهم او المتوسط بتاعهم. بجيب متوسط درجة الحرارة، بعمل ايه؟ شدة كسر واقسم على الاتنين، يبقى عظمى ناقص صغرى أعلى درجة، ودي يا مستر أقل درجة. شاطر، عايزك كده مركز معايا. قال لي طب يا مستر المدى، قال لي أنا عايز أعرف المدى ده، أنا عايز أعرف هو درجة الحرارة كانت من كام وصلت لكام. تمام، أنا دلوقتي مثلا وليكن كانت درجة الحرارة 10 الصبح، 20 الصبح، بالليل بقت 10، فكده المدى بتاعي بقى 10. تمام، اللي هو ماشى فيه. تمام، يعني مثلا دلوقتي انا درجة الحرارة بتاعتي كانت الصبح كانت 10، بالليل بقت 2، كده المدى بتاعي كام؟ اطرح ما بين الاثنين 10 ناقص 2 بتساوي 8. تمام، بس فهو ده المدى بتاعي. المدى بتاعي اللي هو الجزء اللي انا قلته في اليوم او فرق درجتين الحرارة. بيقول لي اذا كانت درجة الحرارة العظمى في احدى الايام بشمال الصعيد كانت 38 والصغرى كانت 23، فاحسب لهذا اليوم المتوسط الحراري والمدى الحراري. تمام يا مستر؟ 38. طب انا دلوقتي عايز اجيب المتوسط. المتوسط يساوي عظمى زائد صغرى على الاثنين. تمام، بقى كده عظمى كانت عندي 38 ناقص 23 على الاثنين، طلع على مستر بتساوي 30 ونص. تمام يا مستر. طب المدى الحراري بنقص الاثنين من بعض، 38 ناقص 23 تطلع لي 15 درجة سليزيوس، وتكتب البتاع جنبها ما تبقاش عريانة. تمام، هعمل لك في الامتحان وانت بتيجي تمتحن هعمل لك كده، انا مش غاوي مرض في الامتحان. قال لي مزيد من المعرفة، قال لي نسيم الجبل والوادي. قال لي نسيم الجبل هو نوع، او الوادي ده نوع من الرياح ينتج عن اختلاف درجة الحرارة ما بين اليابس والجبل والوادي خلال النهار. نفس الكلام، نسيم الوادي تسخن سفوح الجبال نهارا أسرع من قلاع الوادي، فيرتفع الهواء الدافئ لأعلى ويهب الهواء البارد لأسفل من الوادي. قال لي طب نسيم الجبل تبريد السفوح الجبلية ليلا أسرع من الوادي، فيهبط الهواء البارد من الجبل إلى الوادي. عشان كده بالليل تحس إن الدنيا سخنة. لما تيجي تقعد الصبح على الجبل أو على أي منطقة فيها رملة تحس إن الرملة سخنة دافية. تمام، بالليل تقعد عليها تلاقيها متلجة. عشان كده قال لي أصل الضغط في تشكيل المناخ. قلت له يا مستر ودي مهمة علشان ايه يا مستر؟ عشان العملي. على العموم كلمة مني ليك، انا هسرب لك العملي بتاعك وهتشوف ازاي. تمام، ان كده يعني انا البدري وانتوا طلاب البدري فعادي يعني. قال لي دلوقتي هنجيب بالونتين منتفختين لهم نفس الحجم وساق ودبوس. تمام، هنجيب البتاعه دي. وقال لي ايه يا مستر؟ هنعلقها. قال لي وهنخرم بالونه. قال لي طب ايه لازمه البتاعه دي؟ انا عايز اعرف منها. قلت له مستر عايز اعرف الهواء ده ليه وزن ولا لا، او ليه كتله ولا لا. تمام، فهو ده زي تجريب للميزان. تمام، شبه ايه؟ زي تجربه كده للميزان. مش الميزان بيبقى ليه كفتين، كفه تهبط وكفه تعمل؟
تمام؟ فهم لو الاتنين نفس القوه اكيد مش هيطب. يعني مثلا لو فرقعت واحده وسبت واحده، لو هو الهواء ده ملوش كتله كان زمانه دلوقتي البالونه فضلت في مكانها ما كانش اتاثر. لكن لما فرقع البالونه معلم لقى ان الكفه دي طبت نزلت لتحت، فده كده استدل ان الهواء ده ليه وزن من اتزانه. قال له مستر في نشاط تاني ودي مهمه. قال لي هنجيب بيضه مسلوقه متقشره وورقه وزجاجه وعود كبريت. قال له مستر هنحط ورقه، هنولع الورقه ونحطها جوه الازازه، تمام؟ هل هينفع ادخل البضايه جوه الازازه؟ استحاله يا مستر. قال لي بس احنا نعرف ندخلها بسبب الضغط. قال لي الضغط يا مستر هيضغط على البيضه فيدخلها لجوه، شبه التجارب اللي تشوفها على الفيسبوك وانت قاعد بالليل كده معلم وما بتذاكرش، تمام؟ قال لي في عندي تعريف كده. قلت له ايه هو الضغط العمودي؟ قال لي هو وزن عمود من الهواء مساحته المقطع بتاعته 1 متر مربع وطوله وارتفاعه طول وارتفاع الغلاف 1 متر مربع. يعني انا دلوقتي لو قاعد في حته متر في متر هو ده المتر المربع. طب 1 سنتيمتر اللي هو فين حجر النرد ده 1 سنتيمتر. قال لي يعرف الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر بالضغط الجوي المعتدل. قال لي الضغط الجوي المعتدل. قلت له هو الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر. قال لي طب مصر كان بيقاس بايه؟ قلت له بيقاس بالملي بار والملي زئبق والسنتي زئبق. ام بي وام ملي متر زئبق، تعمل كده في النص علامه، وسنتيمتر زئبق. قلت له مصر ازاي احول؟ قلت له ازاي احول من سنتيمتر لمتر ايه يا جدعان ده اللي احنا بناخده ده؟ طب ركز معايا كده يلا. من سنتيمتر الملي بضرب في 10. طب بالعكس يا مستر؟ قلت له بقسم على 10. ركز معايا. من سنتي لملي بضرب في 10، تمام؟ من كبير لصغير بضرب، من صغير لكبير بقسم. قلت له يا مستر طب من ملي زئبق لملي بار؟ قلت له يا مستر بقسم على 75. تمام؟ قال لي طب والعكس يا مستر؟ قلت له طب بضرب في 75 من 100. يعني دلوقتي لو انا عايز احول حاجه من سنتيمتر لملي بضرب في كام؟ بضرب في 10. طب لو عايز احول من ملي زئبق لسنتيمتر زئبق بضرب في كام؟ بقسم بقى مش بضرب، خليك مركز وشاطر. بقسم على 10. قلت له يا مستر طب لو انا من ملي زئبق لملي بار؟ قلت له يا مستر بقسم على 75. طب يا مستر عايز اعملها في تحويله واحده كده، من هنا لهنا اضرب في 10 كده يا مستر. يعني او بيقول لك اضرب دي في 10، نضرب دي في 10 يعني تبقى 7.5. يعني من سنتيمتر لهنا بضرب في 7.5. طب والعكس يا مستر؟ لا من هنا لهنا بضرب في 7.5، اما العكس بقسم على 7.5. قال لي الضغط الجوي المعتاد. قال لي يعد وزن العمود من الزئبق طوله 76 ملي سنتي و760 مؤثر على وحدة مساحات. قال لي يعادل 10 1013 و25 ملي بار. قال لي العوامل المؤثرة مستر. قلت له عوامل مؤثرة في الضغط الجوي. قال لي هناك عدة عوامل تؤثر في الضغط الجوي، ومنها ارتفاع عن مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة والرطوبة. قال لي يا مستر ده؟ قلت له مستر عادي مش فاكر برضه، انا مش فاهم يا مستر ايه اللي هيحصل. مش هيحصل حاجة، اللي هيحصل زي ما هيحصل كل يوم. قلت له ارتفاع عن مستوى سطح البحر يعني انا كل ما اطلع فوق
بيقل او بيزيد الضغط، ولا بيقل ولا بيزيد الضغط؟ ركز كده، بيقل الضغط ان الوزن بتاعه قل. طب يا مستر، طب ودرجة الحرارة؟ درجة الحرارة يا مستر بتقل. طب والرطوبة يا مستر؟ بتزيد. قال لي ارتفاع عن مستوى سطح البحر. قال لي على كل ما ارتفعنا فوق مستوى سطح البحر قل الضغط. قلت له لان هو نقص الطول والوزن بتاع العمود اللي هو بتاع وحدة المساحات اللي احنا كنا قايلينها. قال لي درجة الحرارة، قلت له كل ما ارتفع عن سطح درجة البحر قلت له بنقل درجة الحرارة بس. قال لي طب والرطوبة يا مستر؟ قال لي كمية، قال لي تختلف نسبة الرطوبة من مكان لمكان او من توقيت لاخر. قال لي كمية قال لي طب الرطوبة دي ايه يا مستر؟ قلت له كمية البخار الموجودة في الهواء الجوي. قال لي يا مستر انواع الرطوبة، في عندي رطوبة مطلقة ورطوبة نسبية. الفرق يا مستر ما بين الاثنين؟ قلت له يا مستر التعريف بتاع دي، قلت له هو الكتلة الفعلية لبخار الماء الموجودة في حجم معين من الهواء الجوي. قال لي طب بالنسبة للرطوبة النسبية؟ قلت له هو النسبة المئوية بين كتلتي البخار الماء الموجود على الحجم المعين من الهواء. قال لي يا مستر طب هنا يا مستر بتتقاس بايه الرطوبة المطلقة دي؟ قلت له جرام لكل متر مكعب. قال لي الساعة بتقصه. قلت له هو أكثر كتلة من البخار الماء يمكن أن يحملها حجم معين من الهواء عند درجة حرارة معينة. قال لي علل. قال لي الضغط الجوي بشكل طفيف عند زيادة الرطوبة. قلت له لأن كثافة البخار الماء أقل من كثافة الهواء الجاف. قال لي حساب الرطوبة النسبية. قلت له الرطوبة النسبية هي كتلة البخار الفعلي على كتلة البخار المتشبع في 100. دلوقتي قال لي كمية البخار المتشبع كانت 15 جرام، واللي هي عند التشبع كانت 30. الفعلية دي كانت 15 والتانية كانت 30. قال لي مثلا هنعمل ايه؟ طب مثلا هنعمل 15 على 30 في 100 تساوي كام يا مستر؟ بتساوي 50. 50 يا مستر 50%، يعني دي نسبة بس. كلامكم خلصنا درس النهارده. عايزك كده مستر تظبط دنيتك، عايزك تراجع، عايزك تظبط حالك. يعني خلاص كده فاضل لنا درس واحد هينزل برضه نفس الاسبوع ده عشان هنبدا مراجعات كده واظبط معاك الدنيا بس. وكان الله بالسلامة عليكم، مع السلامة.